السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. القائمة النهائية والرسمية وقنوات العرض المسلسلات اللي بتتكون من 15 حلقة. قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. معاكم أخوكم إسلام، ويلا بينا نخش في الحلقة على طول. هو واحد برضه من المسلسلات اللي متابعها وبحبها من الموسم الاول، وهو مسلسل النص التاني. النص اللي كان اسمه في الموسم الاول، جايين الموسم ده بالنص التاني. المسلسل اللي بحبه جدا وعجبني جدا جدا ومنتظره وهتفرج عليه، وهو مسلسل النص التاني لاحمد امين، اسماء ابو اليزيد، وحمزه العايلي. والمسلسل هيتعرض على قناه اون ومنصه يانجو بلاي. ونيجي للمسلسل، مسلسل عرض وطلب لسلمى ابو ضيف. هو يعتبر اول بطوله مطلقه لسلمى ابو ضيف بعد النجاح الكبير اللي حققته في مسلسل اعلى نسبة مشاهدة. والمسلسل من تأليف محمود عزت واخراج عمرو موسى. والمسلسل هيتعرض على قناة DMC وأون ومنصة واتش. مسلسل واحد من المسلسلات اللي متحمس لها بسبب الثنائي محمود حميدة وطارق لطفي في مسلسل فرصة أخيرة. المسلسل اللي برضه من تأليف محمود عزت ومن اخراج احمد عادل سلامة. والمسلسل هيتعرض على قناة أون ومنصة واتش. المسلسل معانا في القائمة، واللي بالنسبة لي هيكون او متوقع له ان هو يكون الحصان الاسود بسبب النجمه ريهام عبد الغفور. وبرضه اللي هيكون اول بطوله مطلقه للنجم حمزه العايلي، اللي بياخد الفرصه اللي كنا بنتكلم وبنشوف الناس تتكلم عليها، وبنشوفه بياخد البطوله اللي هتكون مع ريهام عبد الغفور في مسلسل حكايه نرجس، اللي متوقع له ان هيشد انتباه الناس بشكل كبير، لان النجمه ريهام عبد الغفور هي متميزه في النوعيه دي من الاعمال اللي بتناقش فيها قضايا او الاعمال الدراميه. والمسلسل من تاليف عمار صبري واخراج سامح علاء. والمسلسل هيتعرض على قناه DMC والحياه ومنصه واتش. وهو مسلسل المتر سمير لمحمود كريم عبد العزيز ومحمد عبد الرحمن وناهد السباعي. والمسلسل من تاليف ممدوح متولي واخراج خالد مرسي. والمسلسل المتر سمير هيتعرض على قناه MBC مصر ومنصه شاهد. احد المسلسلات اللي متحمس لها برضو وهتفرج عليه مسلسل بيبو لاحمد بحر كزبره، واحد من الناس اللي كانت بتفرج لها على الاعمال الاخيره وبتضحكني خلال الفتره الاخيره، وهو احمد بحر كزبره. ويشاركوا في مسلسل بيبو وليد فواز وسيد رجب. يعتبر مسلسل بيبو برضه هو اول بطوله مطلقه لكزبره، واحد الاسباب اللي مخلاني متحمسه له اكتر لان المسلسل من تاليف تامر محسن ومن اخراج احمد شفيق. ومسلسل بيبو هيتعرض على قناه اون ومنصه واتش. والمسلسل رقم 12 معانا، وهو مسلسل نون النسوه لمي كساب. المسلسل ده لحد دلوقتي نزل له البوستر اللي انت شايفه ده، وما شفنا لهوش اي اعلان او مش عارفين عنه اي حاجه. ومسلسل نون النسوه من تاليف محمد الحناوي ومن اخراج ابراهيم فخر. والمسلسل هيتعرض على قنوات MBC مصر ومنصه شاهد. هو مسلسل بعنوان اللون الازرق لاحمد رزق وجمانه مراد. يمكن اللافت في المسلسل ده هو المؤلفه مريم نعومي، المؤلفه اللي الفت السنه اللي فاتت واحد من افضل المسلسلات وهو مسلسل لام شمسيه. وبرده المسلسل ده بيناقش قضيه، وهي الاطفال اللي عندهم توحد. فمن الواضح ان مريم نعومي كل سنه بتناقش قضيه او بتناقش قصه وحاله. والمسلسل من اخراج سعيد هنداوي، وهو مسلسل اب ولكن. واحد من المسلسلات برضو اللي هتكون ضمن القائمه اللي متحمس لها وهتفرج عليها، لان هو للنجم محمد فراج، واحد من النجوم اللي محققين نجاح كبير جدا جدا خلال الفتره الاخيره، فموجود معانا في الموسم الرمضاني في مسلسل اب. واحد من المسلسلات اللي بتناقش احدى القضايا، وهي قضيه الرؤيه. هي القضيه اللي بنشوف فيها حق الاب في ان هو يشوف اولاده. وبيشاركوا في العمل هاجر احمد. والمسلسل من تاليف واخراج ياسمين احمد كامل. والمسلسل هيتعرض على احدى القنوات المتحده ومنصه واتش. بس كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتك، فاتمنى انك تنزل تحت تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام.